باختصار لما شفت انا التشكيله الاساسيه يعني قبل المباراه، وشفت يعني تقريبا نفس التشكيله باستثناء يعني ناتشو ما يلعبش ويلعب في بلاصتو كامافينجا، خاصه لما شفت كامافينجا على اليسار بصراحه كنت خايف يعني. ورجعت لي كون برشلونه في البريود هذه خير منا وممكن باش تربحنا مره هذه زاده، بصراحه كنت خايف. ولما شاهدت الشوط الاول يعني ونسبه استحواذ الكره لبرشلونه يعني تقريبا لحد 44 دقيقه يعني، والكره عند برشلونه، والريال مدريد يعني غائب خاصه في وسط الميدان. لا شفت مودريتش، لا شفت فالفيردي، لا شفت كروس. يعني بصراحه تشوف في فريق نتاع رجال كبار، ناس كبار ضد فريق شباب يعني، والروح والجرينتا وكذا. هذا شفت انا كنت قاعد تشوف الشوط الاول، تشوف ريال مدريد فريق الشياب يعني المرهق المتعب اللي مش موجود جمله، مع فريق شباب برشلونه يعني تلعب يعني بروح وجرينتا قويه برشا. هذا الشوط الاول، لكن انتهى بهدف ممتاز جدا لريال مدريد بهدف مقابل صفر. الشوط الثاني شوفوا والله كل مره نتعلموا درس من ريال مدريد. ريال مدريد مدرسه في الدروس هذه، خاصه كل عام تعطيك نوع نتاع كوره ما تفهموش والله ما تفهموا. الشوط الثاني ريال مدريد تحس ان فريق برشلونه فريق هواته برشلونه، وريال مدريد هو شخصيه البطل. ريال مدريد اللي نعرفوه يعني بين شوط وشوط انقلبت الامور تماما. الشوط الثاني يدرس في كره القدم، يدرس في كره القدم، اقسم بالله شيء لا يصدق. انت تشوف انت الشوط الاول اراوخو وغافي وكيسي وبوسكيتس، يعني الشوط الاول برشلونه اكلت الاخضر واليابس بدون تسجيل اهداف. طبعا برشلونه عندها مشكل في الهجوم يعني من غير ما تناقش، برشلونه عندها مشكل في الهجوم، عندها وسط قوي برشا، ولكن لما تقبل هدف خلاص انتهى الامر. ضعف شخصيه برشلونه لما تقبل هدف خلاص انتهى كل شيء. ولكن برشلونه لما تسجل هي الاولى زاد تبدا مصيبه اخرى، مشكل اخر. مش هذا برشلونه انا لاحظت فيها. برشلونه لما تقبل هي الاولى، تقبل الهدف هي الاولى، سيء انهارت برشلونه خاصه بالفريق الحالي هذايا، تنهار وتبدا برشا مشاكل في الدفاع كما شفتوا اليوم. ولكن برشلونه لما تسجل هي الاولى تاخذ الاسبقيه عليك خلاص، تهلكك ما تقدر ما تعمل معاها. انتهت المباراه وتنتهي بثلاثه بلاش وزوز بلاش واربعه بلاش. بصراحه ريال مدريد اليوم عندها مباراه كبيره برشا. كنت خايف صراحه من